القصة اتكتبت في الخمسينات وكانت من القصص المشوقة لدرجة ان القصة دي بالذات اتعمل منها فيلم بكذا نسخة، وغريبة ان النسخ دي تقريبا كلها كان لها اقبال جماهيري عالي جدا، على قد ما هي تعتبر من الرعب النفسي لكنها لقت قبول كبير جدا لدى الجمهور. جاهزين؟ اهلا على سبب في قصة ولا مناظر. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ قبل ما نقول الاسم وقبل ما اقول لكم احنا هنتكلم على ايه، احب اتكلم على الروايه الاول. الروايه بتتكلم على شخص محتال يدعى توم، بينتحل شخصيات ناس كتير من اجل المال، وبيزور شيكات وبيزور امضاءات وبيعمل كل حاجه من اجل الفلوس. وجات له الفرصه عن طريق رجل اعمال اللي دعاه للبيت بتاعه في نيويورك، ورجل الاعمال ده كان فاكر ان هذا الشخص المحتال صديق ابنه، وطلب من توم ان هو يسافر ايطاليا علشان يقنع ابنه بالرجوع لنيويورك مقابل اجازه مجانيه وفلوس كتير. ودي كانت فرصه حلوه جدا لتوم، فقرر ان هو يسافر ويقابل المفروض صديقه اللي هو تقريبا كان عارفه معرفه سطحيه واللي اسمه ديكي. وديكي اساسا تقريبا ما كانش فاكر توم قوي، بس نوعا ما نشأت صداقه بينهم وعاشوا عيشه الحريه في ايطاليا. لكن مع الوقت ديكي ابتدى ما يستريحش لتوم وقرر ان هو يطرده من حياته، لكن توم رفض الموضوع ده تماما وقتل ديكي واخفى جثته وانتحل شخصيته وسافر في جميع بلدان ايطاليا. خط سر الروايه ازاي توم يحاول يهرب من اتهام بالجريمه دي، وبيبين لك مدى التوتر النفسي لدى هذه الشخصيه اللي مش مجرد محبه للمال بس، لكن هي كارهه شخصيتها فبتحاول ان هي تعيش جوه شخصيه حد تاني. ودي القصة بتاعت مستر ريبلي اللي اتكتبت سنة 1955 واتعمل نسخة منها سنة 1960 بطولة ألان ديلون. وطبعا النسخة الأشهر بالنسبة لنا ذا تالنتد مستر ريبلي بطولة مات ديمون وجود لاو، وكان بصراحة من الأفلام القوية جدا والمشوقة للنهاية. والسنة دي ظهر مسلسل على نتفليكس من 8 حلقات، هو نسخة جديدة من مستر ريبلي بطولة أندرو سكوت اللي كان عامل دور موريارتي في مسلسل شارلوك هولمز. والمسلسل تقريبا نفس قصة الفيلم بالظبط، ما كانش فيها تقريبا أي تغيير، لكن اللي كان مشوق جدا ورغم ان المسلسل معمول ابيض واسود لكن كل كادر وكل مشهد تحس ان هو لوحة فنية، لدرجة ان انت من كتر ما انت منبهر بالصورة البصرية اللي انت شايفها ممكن تكون مش مركز في الاحداث، رغم ان انا عارف ان الاحداث ماشيه ازاي. زي ما قلت هو ما فرقش كتير عن الفيلم، انا كنت قاعد منبهر ومتشوق طول المسلسل لحد الاخر. فكره الابيض والاسود اللي هو الخير والشر اللي هو الظلام والنور كانت مقويه المسلسل جدا ومقويه التصوير. لحد دلوقتي مش قادر اقارن مين اللي احسن، هل مات ديمون كان احسن في هذا الدور ولا اندرو سكوت. ولو اني بالنسبه للاحداث الدراميه ميال اكتر للفيلم، لكن بالنسبه للصوره البصريه طبعا المسلسل بلا منافسه. لما قعدت ادور لقيت المسلسل ده اخراج ستيف زيلن، لما قعدت ادور اكتر عرفت ان هو سيناريست، وكانت من اشهر كتاباته شاندلر ليست، جانجز في نيويورك، زير ويل بي بلاد، وحاجات كتير جدا. وحاز على جائزه اوسكار بالنسبه لي من احسن المسلسلات القصيره اللي انا شفتها، وحتى بالنسبه للتجربه البصريه من احسن الحاجات اللي انا شفتها. بس لحد دلوقتي يا ترى مين اللي احسن، الفيلم ولا المسلسل؟ بس في الحالتين انت شايف عمل قصه ومناظر. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟